واكيد وصلنا لاول فقره معنا اليوم واللي هي اخبار مش ميته بس بدها تسخين. مساء الخير امجد. مساء الخير. اهلا سيدة ملعقه. اهلا سيدة ملعقه، تفضل. بوادر انفراج ازمه اسعار الكهرباء باقتراح نسبه 7.5 بدل من 15%. انا عرفت شو مشكلتك على فكره. ايه بقول لك منفصل بس قدرت يعني اشخص الحاله وانت بتحكي قدامي تقرا. بوادر انفراج ازمه اسعار الكهرباء باقتراح نسبه 7.5 بدلا عن 15%. يعني كانوا بدهم يرفعوا اسعار الكهرباء 15%. قامت اعترضت هيئه الطاقه النيابيه والنائب جمال قمور رئيس اللجنه كان. المهم مفاوضات مش مفاوضات، امبارح كان الاجتماع، اليوم قالوا خلص بدل 15 نعملكم اياها 7.5، واذا بنحسكم كويسين السنه هاي بنعملها 4 وربع، وبنحط لكم نجمه على صباحكم عشان انتم تورجونا انه انتم الشعب الحلو المنيح الامور الذي يرد الحكومه في كل شيء. ما شاء الله عليه، والله شعب يندى له الجبين الصحيح. اي النائب القرني بيقول تخفيض نسبه الرفع الى النصف يلقى قبولا من النيابيه المشتركه للماليه والطاقه، قبول من النيابيه المشتركه والحكومه. هذول قالوا صفر، هذول قالوا 15. شو الحل؟ ما هو حساب بيدر، هات شوالين قمح بعطيك شوالين شعير وكيلو خيار. هلا كيلو الخيار كيف تصرفه انت حر، تعملوا مخلل، تفرموا سلطه، فهمت علي؟ واعطيني كمشه ذره بعطيك كمشه طحين والحمد لله الامور ماشيه. فايش الحل لحساب البيدر لهي الناس؟ كيف تحسبها؟ احنا بنقول ما ترفعوش اللي هي 0%، احنا بنقول بدنا نرفع هاي اللي هي 15%. نقسم العرب عربين، قديش نوصل 15%؟ 7.5. يلا 7.5 مشي لك اياها. هي بالضبط زي لما تروح انت تبيع شغله او تشتري شغله، قديش حقه 20 ليره، لا بمشيش ب10. هو هذا اللي صار. بس شو اللي صار اختلف بالحوار هون بين الحكومه واللجنه؟ انه بمشيش ب7.5 يلا بمشي. هي نادر لما تصير معك في الاواعي، بس مع الحكومه بتصير في اسعار الكهرباء عادي. 7.5 والله يلا. بس بالله عليك ما خلص اخر سنه 7.5 لانه بدنا نرفع الاسعار. نزلت الاسعار المحروقات وبدنا ننزلها اخر الشهر من 10 ل 12% التوقعات. والنائب يوسف والنائب وقتها جمال قمو حكى في الموضوع، عفوا مش قبل شوي حكينا انه حكى عن اسعار الكهرباء، لا هو حكى عن اسعار النفط. طيب ليش الكهرباء عم ترتفع؟ فاتوره الطاقه بالاردن كثيره على المؤاخذه. ما هو يعني 70% من الكونديشنات عندكم في دوركم، في بيوتكم، في فللكم، بقصوركم، بسياراتكم، اجواءكم، بترابكم، بجبالكم، بحياتكم. احنا اللي ركب مكيف ما بيشغلوش لانه خايف من فاتوره الكهرباء. هذا قبل الرفع. تخيل بعد الرفع، بعد رفعه الكهرباء، يعني تخيل شو وضع اللي مركب كونديشن. يعني احنا حاطين كونديشن في الدار خلص، يعني نفكه ونستخدمه مقلى فلافل يعني احسن. شوفوا لنا يابا، شوفوا لنا بيع على الكونديشن اللي عندنا في الدار. بقول لك نسور حكى إذا ارتأى مجلس النواب التخفيض فستتدبر الحكومة، يعني راح تدبر حالها، ستتدبر الحكومة العجز من خلال التوفير بمجالات أخرى. يعني بيقدروا يدبروا حالهم بمجالات أخرى. لما بلاش مثلا بيطلع المجالات الأخرى رفع الخبز مثلا، بيطلع المواطن متخوزق أكثر. لا بعرفك خلص، خلينا على الكهرباء ونشوف الخبر شو فيه. وضع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور الكرة في ملعب مجلس النواب. ايه هم اللي لعبوا مع اليابان؟ بدي أقول ليش ما كانوش نافعين. هي التشكيلة كانت من الحكومة؟ والله هيك مكتوب. وضع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور الكرة في ملعب مجلس النواب اللي هو وينها؟ ما هو يعني الفار في عبك الكذا، الكرة في ملعبك وين؟ يعني اللي هو كيف؟ يعني عبي بعرف واللي الفار فيه، بس الملعب اللي فيه الكرة وين ملعبي؟ بشأن الموقف من قرار رفع أسعار الكهرباء، مؤكدا أنه إذا ارتأى المجلس تخفيض نسبة الرفع
الحكومة ستتدبر نفسها من خلال التوفير في مجالات أخرى لتحقيق العجز المستهدف في الموازنة فيما يخص شركة الكهرباء. وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مع اللجنة النيابية المشتركة أمس أن إلغاء القرار سيكون له عواقب لا أقدر عليها شخصيا، وبالتالي الذي لا أقدر عليه لا أفعله. الله يا الله، أرسطو رئيس الوزراء طبعا حكيم حكمة. الله، لا لازم نعمل لك تمثال في البلد، نحط هيك راسك على جسم أسد زي أبو الهول، صير أبو نسور. مش لا عن جد مش تمثال الأسد يدل على الحكمة والقوة والفخامة ولا هيك لازم نعمل الحكمة. والله شفت بقول لك الذي لا أقدر عليه لا أفعله. لا ما تدخلونيش، إيه أنا زلمة قاعد في داري محتفل في عيد ميلادي. بعدين بالله هذا موضوع تفتحوه مع دولته يا لجنة الطاقة، هذا موضوع ينفتح مع دولته في يوم عيد ميلاده. يا اخي بدي اسالك، اللمبات اللي في داركم دولتك كم شمعة؟ طب كم شمعة طفيت في عيد ميلادك؟ على قد شمعات اللمبة ولا على قد شمعات ايه؟ بقول لك القرار انه الغي قرار الرفع، هذا القرار سيكون له عواقب اني الغيه. هاي العواقب لا اقدر عليها شخصيا، وبالتالي الذي لا اقدر عليه لا افعله. بقول لك انا يا عم ما بقدر الغي القرار، القرار له عواقب انا ما بقدرش عليها. طيب ممكن افهم بس سؤال بالله، يعني انت رئيس الوزراء وانت صاحب الولايه وانت يفترض اللي ماسك كل شيء في البلد، طب مين بيقدر على هذا الموضوع؟ يعني العواقب اللي انت بتقدرش عليها من وين جايه؟ اذا انت يفترض المسؤول الاول والاخير بموضوع السياسه الداخليه والخارجيه في الاردن، وال8 مليون اردني معلقين برقبتك وبقراراتك، مين اللي بيقدر عليهن دولتك؟ يا ريت لو تغششنا تجاوب وتحكي لنا، ولا كمان بتقدرش تجاوب هذا الجواب؟ ما انت اول ما استلمت هلكت طلعت على التلفزيون، انا بسوي، انا بهمنيش، انا بعمل اللي بتعرفونيش لما انوي، انا اقوى من الجهه الفلانيه، وحكى بالحرف انا اقوى من المخابرات. انا ما بقولش المخابرات ترفع السعر، انا بقول دولته شو حكى. صفى مدام يعني في جهه او في حدا او في ناس او في مجموعه او في زاويه او في قصه او في جماعه بدهم يرتفع سعر الكهرباء في الاردن، ودولته ما بيقدرش يلغي قرار الرفع، معناته في جهه اقوى منك دولته، فطبيعي تكون المخابرات كمان اقوى منك، لانه على الاغلب المخابرات اقوى من اي جهه ثانيه في البلد.